أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة إنذارية خاصة من المستوى البرتقالي أن يكون الطقس حار، وذلك يوم الثلاثاء، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 37 درجة و40 درجة بكل من زاغورة، طاطا، قلعة السراغنة، بني ملال، لفقيه بن صالح والرشيدية. وستتراوح كذلك درجات الحرارة ما بين 37 درجة و42 درجة، وذلك يومي الأربعاء والخميس ببني ملال، لفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، الرشيدية، خنيفرة، فاس، صفرو، مول يعقوب، أزيلال، وزان، خميسات، رحمنة، طاطا، زاغورة، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكا، سطات، الحوز، قلعة سراغنة، مراكش، تونات، العرائش، وكذلك بمدينة شفشاون. وارتباطا بهذا يتوقع بحول الله في تحليل صورة الساطل تكون سحب ركامية بمرتفعات الأطلس وكذلك بالهضاب العليا الشرقية. بباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية. غدا بحول الله بالمنطقة الشمالية سيكون الطقس نسبيا حار كما سبق وذكرنا بالنشرة الإنذارية. بالسهول الداخلية هذا مع تكون كذلك سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالسواحل الأطلسية الشمالية وكذلك بالواجهة المتوسطية، ونزول تساقطات مطرية عاصفية ومتفرقة بمرتفعات الأطلس وكذلك بالهضاب العليا الشرقية للبلاد. درجات الحرارة الدنيا ستعادل 16 درجة بمدينة وجدة، 22 درجة بتازة، 16 درجة كذلك بتطوان، طنجة وبالعرائش، و15 درجة بالرباط. ودرجة حرارة النهار ستعادل 30 درجة بمدينة وجدة، 23 درجة ستسجل بالسعيدية، 24 درجة بمدينة الناظور، 27 درجة ستسجل بالحسيمة، و25 درجة بكل من الرباط وكذلك بالدار البيضاء. بالمنطقة الوسطى للبلاد يتوقع طقس حار دائما بالجنوب الشرقي للبلاد مع تكون سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالسواحل الأطلسية، ونزول كذلك تساقطات مطرية متفرقة وعاصفية بمرتفعات الأطلس. درجات الحرارة ستعادل 21 درجة بمدينة ورزازات وكذلك بمراكش، و20 درجة ببني ملال. ودرجات الحرارة القصوى ستصل بإذن الله إلى 39 درجة بالرشيدية، بأرفود، 35 درجة بالرشيدية، 39 درجة بزاغورة، و38 درجة بمدينة طاطا. بشمال الأقاليم الجنوبية للبلاد يتوقع تكون سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالقرب من السواحل، وباقي المناطق الأخرى ستكون سماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة ستعادل 15 درجة بالزاق، 17 درجة بالسمارة وكذلك ببكرة، و16 درجة بجلتة زمور. وخلال الظهيرة سيشير المحرار بحول الله إلى 33 درجة بزاق، 31 درجة بكل من سمارة، بكرة وكذلك بجلتة زمور، 24 درجة ببوجدور، 27 درجة ستسجل بمدينة العيون، 23 درجة بطرفاية، و22 درجة بطنطان. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية للبلاد ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية عموما، ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين 18 درجة بمدينة الدخلة، 19 درجة بالقويرة، 20 درجة ببيرانزران، و22 درجة بأوسرد. ودرجات الحرارة العليا ستسجل 37 درجة بأوسرد، 35 درجة ببيرانزران، 30 درجة بالقويرة، و23 درجة بمدينة الدخلة. حالة البحر سيكون البحر بالواجهة المتوسطية هذا إلى قليل الهيجان بعلو سيصل إلى 1 متر. بالبوغاز سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بعلو سيصل إلى 1.50 سنتيمتر. شمال العرائش سيكون البحر قليل الهيجان بعلو دائما 1 متر. وبباقي السواحل سيكون البحر هائج بعلو سيصل إلى 3 أمتار و50 سنتيمتر. المد بمدينة الرباط سيكون على الساعة 6 صباحا و26 دقيقة، والسادسة مساء و48 دقيقة. والجزر سيكون بعد منتصف الليل ب16 دقيقة، وبعد منتصف النهار ب30 دقيقة. شروق الشمس بمدينة الرباط سيكون على الساعة 6:20 دقيقة، والغروب في تمام الساعة 8:32 دقيقة.
بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة يتوقع بحول الله يوم الأربعاء طقس دائما حار بالسهول الشمالية وكذلك الوسطى بالجنوب الشرقي وبأقصى الأقاليم الجنوبية، هذا مع تكون سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالسهول